يا هلالا بي يا المريخ بي يا هلالا بي يا المريخ بي. أنا أتوقع كرة الهلال والمريخ 3-2 للمريخ. والله هلال ولا مريخ؟ والله أنا بحب الهلال وبحب المريخ برضه. أنا بحبذ يعني الهلال أكثر شيء، بس المريخ برضه ما عندي معه مشكلة. أنا أتوقع الهلال يفوز، أتوقع يسوي 3 جون. سألونا قال لي اتوقع هلال المريخ كم الهلال بسكينه ومشهوده بالحاجه دي، فيعني بدون اي كلام حتوقع ان الهلال حيغلب كم ان شاء الله الهلال حيغلب 3-1. الواحد ده المريخ حبايبه برضه مشكله يجيبوا لهم جول، لكن احنا غالبيننا ب 3-1. اتوقع طبعا انه المريخ حيكون في الصداره، لانه المريخ معروف من اتوقع انه المريخ طبعا حيحرز اهداف عاليه جدا وكويسه جدا. أنا طبعا هلالي، والهلال إن شاء الله توقعاتي إنه هو يفوز 2-1. أتوقع كرة الهلال والمريخ. أنا مريخابي طبعا متعصب شديد، لكن إن شاء الله تكون يعني كورة جميلة ومرضية للجميع، لجميع الجماهير أو لجميع الأطراف إن شاء الله. وأتوقع إنه المريخ يفوز 2-0 بإذن الله تعالى. بنحاز جدا طبعا انا الازرق يعني بلا منازع الهلال حيفوز اكيد، وحب كبير جدا للهلال طبعا. تتوقع فريق؟ هلال 2-3 2-1 ما أعرف. يعني هلالية. بتوقع طبعا انا بشجع الهلال، فبتوقع انه الهلال يفوز وان شاء الله يفوز، يعني ان شاء الله تكون توقعاتي صحيحه. المريخ النتيجة ما أعرف والله. 2-0 طيب. المريخ لا للهلال. الهلال لا أنا بشجع المريخ. حيغلب المريخ طبعا. المريخ حيغلب المريخ؟ لا حيغلب الهلال، يعني المريخ حيكون 2 والهلال 0-0 أيضا. بتمنى إنه مباراة هلال المريخ يوم 29 ديسمبر تكون مريخية خالصة. أنا على المستوى الشخصي أتوقع نتيجة المباراة تعادلية، وأتمنى إنه المباراة تخرج على أفضل ما يكون وتليق بسمعة الفريقين. أتوقع فوز المريخ 3-1 إن شاء الله. توقعاتنا لكرة القمة ما بين الهلال وبين المريخ بفوز الهلال العظيم بإذن الله تعالى، وإن شاء الله الهلال فايز بإذن الله تعالى. أتوقع المباراة 1 للهلال و1 للمريخ تكون مرضية لكل الفريقين، والأهم من ذلك مباراة تكون ممتعة على أرض الملعب.